نهاية مباراة وما أجملها من نهاية. حديثنا اليوم راح يكون عن مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الصيني في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. ايش اللي صار؟ المنتخب السعودي دخل المباراة بتشكيلة 3-4-2-1، المنتخب الصيني دخل المباراة بتشكيلة 4-4-2. لا زال المنتخب السعودي بده يبلش يفرض سيطرته ويكشر عن النيابة، والمنتخب السعودي مطالب بالفوز حتى تلقى هدف عكسي من اللاعب اللجمي. طبعا المنتخب الصيني هيك تقدم 1-0. كل الكرات الركنية اللي لعبت للمنتخب الصيني كانت تلعب بخط الستة، وكل الكرات للأسف كانت تسبب خطر، واللاعب الحارس عويس كان يصادف مشاكل في إبعادها أو التعامل معها. هذا الشيء سيء بصراحة. إذا المنتخب السعودي إن شاء الله إنه يتأهل لنهائية كأس العالم لازم يكون التعامل أفضل مع الكرات الركنية اللي زي هيك. كل الكرات الركنية كانت تعمل خطورة، وكل الكرات الركنية لعبت بخط الستة، وكل الكرات الركنية الحارس العويس فشل في إبعادها أو التعامل معها. بالتالي خط الستة هذا حمى الحارس، لازم هو يكون مسيطر أكثر عليها. يعني أنت الحارس لو بتقح جنبه بخط الستة بنحسب خطأ. لازم يكون تعامل الحارس عويس أفضل في المباريات القادمة إن شاء الله. طبعا بعد الهدف بدقيقة واحدة محمد كنو ينطرد. احنا عارفين الضغوطات وعارفين التحديات، وانه المنتخب السعودي مطالب بالفوز. بلش مجموعته بالتعادل مع المنتخب الاندونيسي، وانت بتلعب مع الصين بارض الصين واستقبلت هدف في اول دقائق او بالدقيقه 14 مثلا او 13 بدايه المباراه. مش هيك بتعبر عن ضغوطات. مش تروح تضرب لاعب وتنطرد. انت خسرت لاعبك فريق، خسرت فريقك لاعب. لازم انت على ارض الملعب الضغوطات هاي تنفسها. لازم تلعب بشكل قوي، بشكل سريع، بجرأة، بشراسة، لكن مش انك تضرب لاعب وتنطرد. على كل المنتخب السعودي يحسب له بانه كان رزين، كان في تركيز، ما تلكك، ما ارتبك، لا بالعكس الفريق كان ممتاز. المدرب منشيني كيف تعامل مع الموضوع هذا؟ صار يلعب 4-2-3. ناصر الدوسري تحول انه يلعب كمحور. قلب الدفاع اللي هو 14 حسن اللي هو نجم المباراة تحول لظهير يسار. هو وسالم الدوسري كانوا يحاولوا إغلاق الفجوة اللي كانت بتكونها بالجهة اليسار. طبعا اللي صار كالتالي: الهدف السعودي أو المنتخب السعودي أحرزها في هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول. هذا شيء ممتاز، أعطى الفريق دفعة معنوية حتى يخش الشوط الثاني بكل أريحية. ولو أنه بصراحة الشوط الأول المنتخب السعودي كان ممتاز، نسبة استحواذه 69%، نسبة دقة التمريرات كانت أعلى من دقة تمريرات المنتخب الصيني، ولو أنه هو ناقص لاعب لكن تمريراته كانت كعدد أكبر وكنسبة أدق. لذلك المنتخب السعودي دخل الشوط الثاني، لنفترض أنه على الوضعية هاي لازم يفوت الشوط الثاني هو مرتاح. خلينا نشوف الشوط الثاني إيش صار معنا. الشوط الثاني المنتخب الصيني زادت نسبة استحواذه على الكرة، يعني 53% مقابل 47% بالنسبة للمنتخب السعودي. طبعا هاي النسبة الكبيرة ليش اجت؟ المنتخب الصيني طمع بالمباراة، صار يعمل على الضغط بشكل عالي وبشكل شرس، فاستحواذ الكرة صار أكبر، صار يسترجع الكرة، يعمل ريكفري الكرة بشكل أعلى، لذلك نسبة استحواذه كانت أكبر. بداية هو دخل مباراة المنتخب الصيني، دخل الشوط الثاني بتبديل، طلع قلب دفاع ودخل قلب دفاع مكانه. احنا شفنا قلب الدفاع الصيني بالشوط الأول تعرض لإصابة، هو تحامل على نفسه على ما يبدو. الشوط الثاني تبدل. بداية تبديلات المنتخب السعودي كانت بالدقيقة 72، لأنه دخل طلع المهاجم رقم 20 ودخل فهد المولد. فهد المولد دخل حتى يسكر الجهة اليمنى على المنتخب الصيني. ليش؟ المنتخب الصيني ركز بهجومه على الجهة اليمنى للمنتخب السعودي اللي هي الجهة اليسرى له، لأنه أنت بدك تهاجم على الجهة اليمنى، جهتك اليمنى اللي هي الجهة اليسرى للمنتخب السعودي، أنت بتعطي مساحات لسالم الدوسري. احنا شفنا إنه الكابتن ما شاء الله امبارح كان ممتاز وكان بيتحرك، فهذا الحكي وانت مثبت الجهه الدفاعيا امامه، كيف لو انت كنت تهاجم من جهته؟ فلذلك المنتخب الصيني قرر بانه يلعب على الجهه الثانيه اللي هي مقابله لسالم الدوسري من جهته. ولا ننسى بانه جناح الصيني رقم 23 هو جناح طويل، فممكن يستفيد منه بالكرات العرضيه. فهد المولد دخل عمل اداء ممتاز كدفاعيا، لكن بصراحه الجهه اليمنى انشطبت هجوميا، ما شفنا لها تحركات، كان التركيز كله على سالم الدوسري بالجهه اليسرى. المهم في آخر المباراة أحرز المنتخب السعودي هدف التقدم، هدف الفوز، 3 نقاط ممتازة. حاليا المنتخب السعودي في المركز الثاني من المجموعة الثالثة. إن شاء الله إنه يتدارك الأخطاء اللي حكينا عنها، اللي هي تحركات الحارس، هاي الركلات الخطرة اللي كانت كلها تقريبا خطرة على الحارس.
شيء ممتاز المنتخب السعودي تدارك مع المنتخب الصيني، انت برا ارضك ومنقوص منك لاعب، هاي راح تعطيك دفعه نفسيه ومعنويه عاليه. احنا شفنا اللعيبه كيف انبسطوا كثير، وبصراحه حقهم ينبسطوا لانه المباراه كانت خلينا نحكي سيئه كثير. يعني انت بلشت تخسر هدف وينطرد منك لاعب، لكن انت تفوقت على نفسك وتفوقت على خصمك واستطعت انك تحرز الفوز وثلاث نقاط ثمينه. حاليا المنتخب السعودي في المركز الثاني. نتمنى كل التوفيق وكل النجاح والتأهل للمنتخب السعودي. نهاية الفيديو يا شباب، لا تنسونا من دعمكم، استودعناكم في امان الله.